السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في مكان جديد جدا، أول مرة نروحوه، وافتكر محدش راح قبل كده المكان ده. احنا كده في، مش هنقوله فين، بس احنا في جزء هنقوله في الآخر. يعني احنا في جزء من مشروع محور المحمودية. محور المحمودية طبعا المحور المحمودية معروف انه ممتد لحوالي 70 كيلو او حوالي 72 كيلو، 70 كيلو تقريبا، من الماكس في الشمال في اسكندرية على البحر المتوسط لغاية مدينة المحمودية في محافظة البحيرة على فرع أو على جزء من النيل، يعني على مأخذ للنيل. يعني هو طبعا ترعة المحمودية الأصل قبل ما يتعمل المحور ده، أول ترعة أو أول مشروع ري أمر بتشييده أو حفره محمد علي باشا والي مصر سنة 1800 يا 6 يا 7، يعني في الحدود دي 1807. ايه اللي حصل؟ هو امر انه يتحفر ترعة توصل بين النيل والبحر المتوسط، وسموها ترعة المحمودية على اسم سلطان الدولة العثمانية في الوقت ده، محمود خان. فعشان كده اتسمت ترعة المحمودية. ده مسار من جزء من المسار. طبعا كان الهدف من المشروع انه يتعمل وصل بين النيل والبحر المتوسط عشان التجارة والنقل البحري النهري. تطلع التجارة من أي شايلة المحاصيل من أي منطقة وتتحمل على سفن، طبعا أيامها سفن شراعية، وتمشي في ترعة المحمودية لغاية الماكس في اسكندرية، ومن الماكس تطلع على مينا اسكندرية. يا إما في السكة بتنزل وبتطلع بضايع، يا إما لو في تصدير تطلع منه على المينا، ومن المينا للأماكن اللي هي طالعة توديها فيها. 1806 تقريبا بدأ الحفر، بعد كده لغاية 1820 كان ماشي المشروع تمام جدا وكل حاجة، لكن في 1819 حصل انتشار للوباء بين العمال وكده، فتوقف المشروع شوية لغاية ما تم بدأ من جديد الجزء اللي باقي، تم الانتهاء منه 1820. احنا دلوقتي على الضفة الغربية لترعة المحمودية،
احنا كده في الاتجاه اللي قدامنا ده هو اتجاه الشمال. يعني لو انت كده اخدتها دنج دنج كده ماشي هتوصل للماكس، ومن الناحية دي توصل للمحمودية، ده الجنوب، وده ناحية الشرق، وورايا كده ناحية الغرب، كده ناحية الغرب. أنا قصدت أقول ليه إحنا على الضفة الغربية لترعة المحمودية، لأن دي الضفة الشرقية ودي الضفة الغربية، وقدامنا الاتجاه اللي قدامنا ده الشمال، اتجاه الشمال، لأن في يعني تماثل أو تشابه بين ترعة المحمودية و قناة السويس. ترعة المحمودية أخذت حوالي كام سنة؟ هو تقريبا يعني ممكن نقول 14 سنة ولا حاجة. قناة السويس أخذت 10 سنين، من 1889 ل 1869 لما تم افتتاح قناة السويس. فعشان كده في تشابه كبير. احنا على بعد حوالي 20 كيلو 25 كيلو من الماكس، جنوب الماكس، يعني بين الماكس والمحمودية. فالعملية ان في تشابه كبير بين ترعة المحمودية وقناة السويس. الفرق ان ترعة المحمودية بتوصل بين النيل والبحر المتوسط، قناة السويس بتوصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. احنا قلنا ده اتجاه على يميننا، ده اتجاه الشرق. والموقع ده مميز ليه؟ لان احنا زي ما بنقول احنا على حوالي جنوب الماكس بحوالي 25 كيلو متر. يعني انت لو مشيت في الاتجاه ده كده على طول في اتجاه الشرق هتوصل لقناة السويس. طبعا هتعدي على كل المحافظات اللي شرق من كفر الشيخ وده أهلية ودمياط لحد بورسعيد. والغريب ان الموقع ده برضو بيوصلنا فين؟ بيوصلنا تقريبا احنا قصاد كده تقريبا نفق بورسعيد او نفقي بورسعيد، النفقين اللي معمولين تحت قناة السويس. يعني انت لو اخدتها كده ماشي على طول او في طريق كده مستقيم من هنا لغاية قناة السويس هتوصل تقريبا يعني ممكن شمال النفقين دول او جنوب النفقين دول بحاجة بسيطة. انت بتمشي في اي حتة دلوقتي تلاقي شغل بيتعمل، شغل جامد ما شاء الله. الناحية دي بقى ده الغرب، الاتجاه ده اتجاه الغرب. لو مشيت كده على طول توصل لغاية مرسى مطروح او جنوب مرسى مطروح برضو بحوالي 20 كيلو متر او 25 كيلو متر. يعني طول ما انت ماشي بقى هتقابل حاجات كتيرة، مشاريع كتيرة، منها طبعا مشروع بنسى اسمه ده، مش تحيا مصر، مشروع الزراعي اللي على حوالي 3-4 مليون فدان اللي بيتعمل دلوقتي وعلى وشك بداية إنتاجه. ولسه السيد وزير الكهرباء كان هناك بيتفقد محطات الكهرباء، محطات المحولات اللي بتوصل الكهرباء للمنطقة هناك. وخلاص على وشك على آخر السنة دي توصل الكهرباء، هي وصلت لجزء وهتوصل لبقية الأجزاء.
ويبدأ إن شاء الله عملية الزراعة الفعلية. طبعا المنطقة هناك مش زراعة بس، هي زراعة وصناعة وإسكان وكل حاجة. هتبقى دلتا جديدة زي الدلتا اللي بين دمياط ورشيد، المثلث ده، والقاهرة أو القناطر الخيرية. فهتبقى في دلتا تانية جديدة في المنطقة دي. ده المسار العلوي ده معمول عشان ما يبقاش فيه جوه حركة جوه. اللي عايز يعدي يتجه للمحمودية أو أي حتة جنوب. احنا دلوقتي في مدينة كفر الدوار. طبعا الكلام ده كله عشان في إنشاءات والكلام ده كله هيتصلح الوضع ده، والزحمة دي هتقل جدا، لأن كل العربيات اللي ماشية على الأرض دي معظمها هيمشي فوق. وفي متصلة بكوبري برضو هيطلع على السريع الزراعي، القاهرة اسكندرية زراعي. احنا ما كملناش الكلام ان احنا في اتجاه الغرب ده هتعدي على طريق القاهرة اسكندرية زراعي، وبعديه هتعدي على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، وقدام شوية هتتقابل مع قطار الكهرباء السريع. كل ده طول ما انت ماشي كده، لو مشيت كده في خط مستقيم هتتقابل عند تقريبا وادي النطرون او شماله شوية او حاجة، يعني في المنطقة دي هتقابل القطار الكهربائي السريع. طبعا معروف قطار الكهرباء السريع بادئ من العين السخنة على البحر الأحمر، واصل لغاية مرسى مطروح بطول حوالي 650 كيلومتر. بيعدي بقى على مناطق كتيرة جدا جدا ما كانش فيها قطارات. بيعدي على العاصمة الإدارية، وبيعدي على حلوان، وبيعدي على كوبري جديد فوق النيل يخش على الجيزة، على الضفة الغربية للنيل هناك، يخش على الجيزة، ومن الجيزة على 6 أكتوبر. ومن 6 أكتوبر بقى في مناطق لوجستية تخزين جاية من المواني. وطبعا هو بداية الخط بجانب انه من مدينة العين السخنة، في طبعا معروف ان في هناك ميناء العين السخنة، ميناء كبير برضو. هيبقى بدل ما تتحمل مثلا الكونتينرات على عربيات نقل، ممكن تتحمل ببساطة. عاملين برضو خط داخل للمينا، خط سكة حديد تبع القطار الكهرباء السريع، يخش المينا يحمل يطلع يتجه بقى للمناطق اللوجستية والمصانع اللي رايحة لها البضايع دي، سواء بقى كانت مواد خام، قطع غيار، أي حاجة، بضائع، أي حاجة بتيجي تخش المناطق اللوجستية دي يتم عليها عملية بدل اللي كان بيحصل في المينا نفسه، و المينا يتزحم وما فيش مكان وكلام من ده. بتروح المناطق دي ويتم الكشف على البضائع والكونتينرات دي، وتتقدر الجمارك وكل حاجة، والتخليصات بتحصل هناك. وبعدين برضو بعديها يعدي قطر تاني برضو ياخد الحاجات دي ويطلع يوزعها
على المدن اللي هي رايحة لها أصلا. فعملية مش القطار السريع ده مش بس ركاب يعني، ده هو الأهم هو البضايع والربط بين المواني والمناطق اللوجستية والمصانع طبعا، وكل الحاجات دي لسهولة الحركة وسهولة التنقل وسهولة. شوفوا المسار قد ايه ده، لسه ممتد قدام هناك، يعني مسافة كبيرة جدا. طبعا الوضع ده هيختلف تماما مجرد انتهاء المشروع، والزحمة دي هتختفي زي برضه اللي بيحصل في اسكندرية حوالين المشاريع، او بسبب المشاريع في شوية زحمة، لكن بمجرد ما تخلص الوضع هيختلف تماما وهيبقى في وضع جديد على الارض. مفيش العربيات والنقل والكلام ده اللي مش هيخش البلد نفسها، هيعدي على المسار العلوي ده ويكمل من غير ما يخش البلد، وهكذا تبص تلاقي العملية. وطبعا كل ده هيتسفلت ويتظبط، والركام ده كله هيتشال، وهتبقى العملية حاجة جديدة مختلفة. ده منطقة سوق زي أسواق في أي حتة، طبعا متوقع تبقى عاملة ازاي. بسم الله الرحمن. يعني انت لو ما تعرفش دي فين ممكن تقول دي مثلا شارع المعهد الديني ولا. كل ده هيتغير ويطلعوا بعد ما يتم افتتاح المشروع. طبعا محور المحمودية زي ما قلنا بادئ من الماكس. انت لو في الماكس وعايز تروح اي حتة لغاية 70 كيلو جنوبا هتاخد المحور ده على طول. طبعا هيخفف عن الطريق الزراعي القاهرة اسكندرية زراعي، وهيعمل فرق كبير في المدن اللي بيعدي عليها المحور ده، هيخفف الزحمة. طبعا كل بقى الكورنيش ده كله هيبقى عمارات بالشكل ده، وكل ده هيتسفلت والوضع هيختلف تماما. ادي النزلة بتاعت المسار، وافتكر في طلعة تانية قدام شوية هنحاوله، يعني في مسار علوي قدام شوية اهو باين من هنا اهو. كل ده هيبقى كورنيش نظيف على ترعة المحمودية بجانب المسار اللي هيخفف الزحمة 180 درجة. شوف الحركة دلوقتي عاملة ازاي،
والمنطقة اللي احنا كنا فيها اللي كان فيها السوق دي عاملة ازاي. كل ده هيتغير، هيتسفلت، هيتظبط، المنطقة هتتغير 180 درجة. بدل ما انت جاي من اسكندرية مثلا وعايز تروح حتة جنوب كفر الدوار، اي حتة بقى، اي مدينة جنوب كفر الدوار في البحيرة، هتمشي على المسار ده، ما تدخلش جوه البلد لغاية ما توصل لوجهتك. وهيبقى فيه كورنيش هنا على احنا على الضفة الشرقية للترعة المحمودية، هيبقى فيه هنا مسار، والناحية التانية على الضفة الغربية للترعة هيكون فيه برضو كورنيش موازي. أنا عايز بس أجيب المنظر بتاع الجزء المسار العلوي اللي قدام، لأن ده ممتد يمكن لغاية خورشيد ولا حاجة. فده مشروع بص ورد النيل، كل ده كان بيعيق حركة المية، طبعا تدفق المية. ما الناس بقى كمان ان الترعة دي بجانب انها كانت وسيلة نقل بضايع بالمراكب وكده، كانت مصدر لمياه الشرب لمحطات، وما زالت لمحطات المياه. محطات مياه الشرب يعني في اسكندرية محطات بتاخد من ترعة المحمودية، تخش على المحطة، تفلتر المية وتدخلها على المحطة، يعني يتعمل لها عملية تنقية. ادي كوبري او جزء من المسار برضو ده. يعني بصراحة الواحد مش عايز ينهي الفيديو، لان في موضوعات كتيرة جدا جدا ممكن تتحكى عن المشروع ده. المشروع ده كبير جدا وتفاصيله كتيرة. يعني عارفين ان في اسكندرية تم ردم جزء كبير من الترعة، بس قبل ما يتم الردم اتعمل مواسير ضخمة جدا عشان تعدي المية بتاعة الترعة. وتم بعد انشاء المواسير دي عمل ردم عليها وسفلتت الطريق وعمل الكباري المشاة والكلام ده كله. فمشروع ضخم جدا هينفع الناس جدا، هيقلل الزحمة، ودي حاجة مهمة جدا جوه داخل المسار اللي بيعدي عليه المحور.
شوف بص الشغل من اول فين. احنا كده يا دوبك عدينا بس كده جزء صغير، او عدينا على جزء صغير من ده كوبري هيوصل من المحور في المنطقة دي لغاية الطريق الزراعي، القاهرة اسكندرية الزراعي. طبعا مش هينفع في يوم واحد نغطي كل حاجة، فإن شاء الله بإذن الله من غير مقاطعة نعمله جزء تاني لمتابعة المشروع اللي هيغير يعني وجه كل منطقة هيعدي عليها. طبعا احنا عارفين غير ايه في اسكندرية والوضع بقى عامل ازاي، وكان منطقة كانت ترعة المحمودية هناك كان بيترمى فيها الزبالة، وكنا عارفين وكلنا شفنا كان بيتعمل فيها ايه وكان بيبقى وضعها ازاي، والزحمة ما كانش فيه غير حارة رايح وحارة جاي، ويعني كانت مشاكل كتيرة جدا. دي بص بقى هنا هيبقى فيه كورنيش. الكورنيش ده هيمتد من هنا لغاية الماكس، فيعني على الناحية دي وعلى الناحية دي يعني. فتخيل بقى الفوائد اللي هيحصل منها. طبعا الترعة دي هنا مفتوحة لغاية منطقة قدام اتغطت يعني اتعمل فيها مواسير تحت الأرض عشان تعدي فيها المية، عشان المية توصل لمحطات تنقية المياه. والجزء ده لغاية المحمودية مفتوح كده. فإن شاء الله هنتابع مع حضراتكم، فلا تنسونا في الاشتراك واللايك والشير على قناتكم عشان يجيلكم كل حاجة على قناتكم، قناة اسكندرية مع ماجد المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.